أهلا بيكم في قناة البنت وأمها. أحب أرحب بكل متابعيني من مصر ومن خارج مصر ومن كل الدول العربية. بكيلو بس لحمة مفرومة عملت 3 كيلو كفتة. إيه رأيكم؟ عملت صوابع وعملت دواير. المكونات بتاعتي: كيلو رز غسلاه ومصفياه، قرن فلفل حامي، شبت وكزبرة وبقدونس، قطعة دهن، بصلتين مقطعين، راس توم مفرومة، والتوابل والبهارات بتاعتي. ضفت للمكونات كلها كيلو لحمة وديتهم عند الجزار وفرمهم. هصبعها وهتبقى أحلى كفتة رز. أقليهم دلوقتي في الزيت. ما تنسوش الاشتراك ودوسوا لايك عشان يوصلكوا كل جديد. ممكن تقلي اللي تقليه وتفرزي اللي تفرزيه، وهتبقى زي ما هي زي الفل طازة. مع السلامة. أهلا بيكم في قناة البنت وأمها. أحب أرحب بكل متابعيني من مصر ومن خارج مصر ومن كل الدول العربية. بكيلو بس لحمة مفرومة عملت 3 كيلو كفتة. إيه رأيكم؟ عملت صوابع وعملت دواير. المكونات بتاعتي: كيلو رز غسلاه ومصفياه، قرن فلفل حامي، شبت وكزبرة وبقدونس، قطعة دهن، بصلتين مقطعين، راس توم مفرومة، والتوابل والبهارات بتاعتي. ضفت للمكونات كلها كيلو لحمة وديتهم عند الجزار وفرمهم. هصبعها وهتبقى أحلى كفتة رز. أقليهم دلوقتي في الزيت. ما تنسوش الاشتراك ودوسوا لايك عشان يوصلكوا كل جديد. ممكن تقلي اللي تقليه وتفرزي اللي تفرزيه، وهتبقى زي ما هي زي الفل طازة. مع السلامة.